أكثر حول هذا الملف تلتحق معنا مباشرة عبر الهاتف مفادة تلفزيون أو مراسلة تلفزيون النهار بباريس هدى فتوان. صباح الخير هدى. صباح النور هاجر. هدى، كيف تفاعل الإعلام الفرنسي وكذا الفرنسيين مع هذا الملف؟ أكيد هاجر، كما ذكرت هي كانت فضيحة في وسائل الإعلام الفرنسية بهذه أو بإلقاء القبض على هذين الصحفيين الفرنسيين الذين وجهت إليهما تهمة ابتزاز أو محاولة ابتزاز العاهل المغربي. الصحف الفرنسية أو الإعلاميون هنا رأوا أنها فضيحة كبرى في حق الإعلام الفرنسي، ومنهم من أيد هذا وقال أن ربما هذه مجرد مسرحية ولم يتهم، وقال أن الصحفيين هم مجرد متهمون فقط ولم تثبت الإدانة. القبض. تفضلي هاجر. وصلي هدى، يعني لم تثبت يعني وصمة عار الإعلام الفرنسي. هي وصمة عار بالنسبة للإعلام الفرنسي حسب الإعلاميين الفرنسيين، لكن هل هناك حديث عن يعني كذلك شق آخر؟ نعرف أنه في فرنسا الآراء تختلف، هل هناك حديث عن مدى حرية الإعلام الفرنسي في تعبيره عن آرائه، خاصة أنه الكتاب يعني كان هناك محاولة يعني عدم نشر هذا الكتاب؟ أكيد في فرنسا يعني حرية التعبير في فرنسا ربما تناشد بها عدة جمعيات وعدة إعلاميين، ولكنها لها حدود وإن كانت خفية. هناك جمعيات كذلك نادت بحرية التعبير وقالوا أن لكل إعلامي أو صحفي فرنسي الحق في كتابة ما يريد والحق تام كذلك، ولكن الأمر هنا مختلف. فالكتاب لم ينشر، الكتاب كتب وربما حصل ابتزاز لعدم نشره. هنا الاختلاف على هذه النقطة فقط، ما يحمل الكتاب في طياته. هذا كذلك ما أثار الكثير من الجدل. للتذكير فقط كان في 2012 أصدر صحفيين كتابا عن المغرب من الدار نفسها تتضمن انتقادات للعاهل المغربي، وهذا الكتاب كان من المقرر أن يصدر في 9 من أيلول بعنوان المصاريف التي تحصل عليها. تسمعينني هاجر؟ بالطبع هدى، وصل الفكرة، نحن في الاستماع. كان كتاب سياسي على حد قول الإعلامي، فيه تفاصيل تخدش بالحياة على حد لم يعطي تفاصيل، ولكن ما دام حصل الابتزاز فإنها أكيد أنها فضائح تخص العاهل المغربي. هدى فتوان مراسلة تلفزيون النهار بباريس، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا لك هاجر، مع السلامة. بتهمة ابتزاز العاهل المغربي مقابل عدم نشر كتاب عن حياته. يعود الحديث عن الجانب المظلم من حياة الملك المغربي. التفاصيل مع وداد حمدي. يبدو أن متاعب نزلاء القصر الملكي المغربي مع الكتب التي تحمل توقيعا فرنسيا لا تنتهي. في آخر فصول مهازل العرش الملكي تم توقيف صحفيين فرنسيين بتهمة الاشتباه في ابتزاز محمد السادس، وهذا مقابل عدم نشر سلسلة جديدة من فضائح نظام المخزن. هم متهمون بابتزاز المال من السلطات المغربية. إريك لوران يدعي أنه صحفي لديه بطاقة الصحافة، واتصل بمكتب الملك قائلا أنه سيصدر كتابا ويريد مقابلة مع ممثل عن الملك. فبعد كتاب محمد السادس وراء الأقنعة للصحفي المغربي عمر بروكسي الذي فضح الإمبراطورية المالية والمافيا السياسية التي تحكم المغرب، عاد الجدل ليسلط من جديد الضوء على مسلسل مهازل ملوك المغرب. فالملك الراحل الحسن الثاني له قصة هو الآخر مع الكاتب جيل بيرو الذي نشر كتابا تحت عنوان صديقنا الملك والذي زعزع القصر. تم إرسال ممثل لأن إريك لوران قال أنه بصدد إعداد كتاب مع السيدة غراسيي، ويريد الحصول على 3 ملايين أورو لكي لا يحدث خلافا وتتم إزالة هذا الكتاب. إريك لوران وكاترين غراسيي أوقفا بعد أن التقيا ممثلا عن المغرب وتلقيا مبلغا من المال منه مقابل عدم نشر الكتاب. المغرب تقدم بشكوى في باريس الأسبوع الماضي ضد إريك لوران وكاترين غارسيي بتهمة الابتزاز، لكن سواء أثبت على الصحفيين الفرنسيين تهمة الابتزاز أو وقع نفيها،
فأمير المؤمنين له أسرار يخشى إذا انكشفت أن تهوى به من عرشه.